معي مشاهد آخر من المغرب. من سؤالك؟ عندي تنبيه الحسن الثاني رحمه الله فوق كل اعتبار وفوق كل سؤال وتساؤل. ان الحسن الثاني على ما اقول انه لو بعث قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان من الانبياء، فله حكمه عاليه وله مواثيق رمزيه غير متنافيه، غنيه عن السؤال وغنيه عن الاسئله. السلام عليكم الأحباب، كي راكم؟ غاية لاباس ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم غادي نتكلم على اليوم غادي نتكلم مع السي الدكتور دومير. نقول له أنت تقوم بعمل له نتيجة قيمة لا تقدر بثمن. سيكون من الحكمة أن تجمع أبحاثك في مجموعة من شأنها أن تكون مفيدة للغاية في الصحوة والإطراء الفكري للمواطن، ويجب أن تكون أعمالك موسوعة للأجيال القادمة وتحقق من صحتها من قبل السلطات. يجب ألا تضيع هذه الوثائق. أنت منجم من ذهب. شكرا جزيلا لك. كما درك نعرضوا خريطة الجزائر الحالية باه تعرفوا علاه الجزائر الحالية هي أكبر بلد في القارة، لأنه نوميديا كانت هي البذرة، ونوميديا امتدت من طبرقة حتى الواد ملوي. وبالمناسبة الحدود هذه راهي استمرت كما راهي حتى للدولة الزيانية، يعني للقرن الخامس عشر. والدليل هو هنا في هذه الفقرة من كتاب مقدمة في جغرافيا العالم اللي يقول نوميديا هي نفسها مملكة تلمسان، وهي تقع على نفس مجالها الجغرافي، وهذا مطبوع في 1657 في أكسفورد. من ضمن هكذا واضحة أيضا استمرارية الحدود إلى وقتنا المعاصر، مازال برك فيما يخص الحدود الجنوبيه تاع الصحراء يعني. وانا هنا اسمحوا لي نقتبس عباره من حلقه قديمه اللي قلنا فيها ما يلي. وهذا كتاب قديم ياسر مطبوع قبل ما تنقلب الاسره العلويه على الاسره السعديه في المروك، ويحكي على اولاد عمران اللي سكنوا مناطق مختلفه من نوميديا بما في ذلك مقاطعه فيقيق. فنوميديا اللي هي اصل الدوله الجزائريه اللي ترجع لاكثر من 20 قرن كانت فيقيق احدى مقاطعاتها. وعندنا هنا أيضا ما يثبت أن مملكة نوميديا اللي هي الجزائر اليوم كانت تضم فيقيق كمقاطعة. وين فيقيق في الخريطة نزيدوا نشوفوها، هاي فيقيق، هاي باينة تبع الجزائر بما أنها شرق نهر ملوية يعني ما زلنا في البحث عمق الصحراء. أنا حاولت من قبل في حلقة درك نقتطف لكم منها هذا الجزء نشوفوه مع بعض. نقرأ هنا: لقد رأى أهل توات أن يطلبوا حماية فرنسا وأن يدفعوا لها الضريبة كما كانوا يفعلون مع الدايات. تسمى أهل توات الواقعة في أقصى الجنوب كانت ضريبتهم للداي في الجزائر العاصمة، ولم تكن ضريبتهم لملك المغرب ولا موريتانيا، ولم يكونوا مستقلين عن الجميع بل كانوا تابعين للجزائر. لكن نحن نطرح السؤال: منذ متى بدأت هذه العلاقة بين الجزائر وعمق الصحراء؟ يقول ألفريد جورج بول مارتن في عام 1578 نظمت قبائل تافيلال اللي هي موطن الأسرة العلوية اللي تحكم المروك اليوم، نظمت هجوما لتخريب توات، فاتحدت كل الواحات وطلبت تدخل داي الجزائر، فكتب على الفور رسائل تهديد للمهاجمين وأرسل مبعوثين إلى توات. وكما شفنا القوة التي لجأ لها سكان قصور توات لحمايتهم من فظائع هذه الهجمات تاع تافيلالت هو باي الجزائر، وبالتالي فإنهم اختاروا بالضبط السلطة التي تحميه. قبل 1830 كان سكان منطقة توات يدفعوا الضريبة لداي الجزائر، وعن سلطتهم في التوسع في احتلال الجزائر كاملة يقول فرانسيس: ستحل سلطتنا محل سلطة الدايات السابقة. واضحة هكذا؟ هذا اعتراف من فرنسا بأنها امتدت في احتلالها على مساحة الجزائر مثل ما وجدتها. فاللي يزيد يقول كانوا فرنسا منحت للجزائر شبر، أعطيها الصفحات يقرأ. وإذا كنتوا حابين زيدوا تعمقوا أكثر، وش رايكم نروحوا لتيمياوين، آخر نقطة في حدودنا الجنوبية. بالقرب من تيمياوين تبدأ السهوب السودانية، يعني تيمياوين فاصل طبيعي تبدأ منه سهوب مالي والنيجر اللي يسميها هنا السودانية. خاصة وأنه هنا نقرأ عن الحدود الشمالية لإفريقيا السوداء أو السودانية أن الامتداد الطبيعي الثالث لأعالي السنغال والنيجر يمكن تسميتها صحراء السود، وهي ما يسميه أهل المنطقة بالحوض في جزءها الغربي من تاغانت إلى طومبوكتو إلى شرق الأزواد، ومن الشمال تمتد حتى لتيساليت وتيمياوين، وشمالا وين تلحق صحراء السود حتى لتيساليت وتيمياوين. ويزيد يقول صحراء السود هذه يحدها شمالا في الجهة الشرقية تنزرفت، وفي الجهة الغربية يحدها الجوف. وفي تيمياوين وفي العام 1904 حدث خلاف بين الجزائريين والسودانيين، يقصد سكان مالي والنيجر، حدث خلاف حول الحدود. يعني هنا وقع الخلاف، وهنا الحدود ترسمت بالشبر بين التوارق في بعضهم، اللي سماهم جزائريين واللي سماهم سودانيين،
وتمسك التوارق الجزائريين بتيمياوين هي ما جعلها اليوم جزائرية وماهيش فرنسا، خاصة لما نزيدو نقروا هنا الجزائر والنيجر يتعاونان في تيمياوين، حيث فض الزعماء مشكلة الحدود وأمسى الجنود يغنون حول الآبار وافترقوا وهم يرددون وداعا يا أفارقة الشمال وداعا يا أفارقة الجنوب. يعني التوارق تاع الجزائر بعد الاتفاق على الحدود هذه مع توارق مالي والنيجر يكونوا تعانقوا وودعوا بعضهم على أساس أنه راح تترسم بينهم حدود دقيقة لأول مرة لكن برضا الطرفين، وهذا في العام 1904. وهذه القصة موثقة أيضا في الترجمة الإنجليزية لنفس الكتاب في صفحة 186. وهذه دولة سونغاي اللي هي استمرارية لدولة مالي. هذه خريطة سونغاي في الموقع الجغرافي الإسباني، وهذه خريطتها في موقع تاريخ بريطاني، وهذه جودة عالية. وكما تشوفوا يا الخوة إذا ما عندناش خريطة قديمة توضح حدودنا الجنوبية بدقة، هذه مملكة سونغاي اللي كانت الجار الجنوبي للجزائر تجيب على التساؤل وتؤكد أن مالي القديمة اللي ترجع لعدة قرون امتدت بالضبط بما يضمن حدود جارتها الجزائر وتوقفت عند تيمياوين الجزائرية. لأنه لو قصينا هذه الخريطة وطابقناها على حدودنا الجنوبية لوجدناها متطابقة تماما، يعني نكونوا أثبتنا بطريقة غير مباشرة أن الحدود الجزائرية الجنوبية عريقة جدا وترجع لعدة قرون. وفي الأخير أنا اخترت عبارة نختم بها الحلقة وانتم قولوا لي إذا اختياري هذا موفق. هذا كتاب مبارك الميلي رحمه الله اللي كتبه قبل الثورة، وهذه العبارة: وقلما تجد وطنا ذا حدود عريقة في القدم مثل الوطن الجزائري. وقبلها قال: وإذا نظرت إلى قدم حدوده وأنها كانت تعاصر فجر التاريخ رأيت أن له شبه وحدة تاريخية وسياسية. وفي الأخير أتمنى يكون في هذا البحث إضافة لمعلوماتكم التاريخية.